الكروميوم هو احد المعادن النادره اللي احنا بنحتاجها بجرعات ضئيله جدا لكن بشكل اساسي. الكروميوم بيدخل الجسم عن طريق تناول الطعام او المكملات الغذائيه طبعا، وبيتم امتصاصه في الامعاء ثم يخرج لمجرى الدم، بعد كده يروح يتخزن في الكبد علشان ينتج بروتين عامل تحمل الجلوكوز الجي تي اف او الجلوكوز توليرانس فاكتور. البروتين ده مهم جدا لتنظيم مستويات السكر في الدم، لان هو بيساعد الجسم على استخدام الانسولين بشكل افضل، فبيساعد على نفاذ الجلوكوز لداخل الخليه، فبيمنع ارتفاع سكر الدم. كده عرفنا اول وظيفه مهمه جدا للكروميوم، وهي تنظيم السكر في الدم عن طريق تحسين حساسيه الانسولين. الوظيفه الثانيه هي تحسين التمثيل الغذائي للدهون، يعني بيسهل على الجسم عمليه حرق الدهون وتحويلها لطاقه، وبيقلل برضو كتله الدهون بطريقه ثانيه، ان هو بيحسن بناء واصلاح العضلات. ومعروف طبعا ان كتله عضليه اكبر تعني حرق افضل واسرع للدهون. ربنا خلق الكروميوم والفاناديوم بيعملوا ايه؟ اول ما يبقى الجسم فيه كروميوم وفاناديوم، اول ما الانسولين يروح للخليه